السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. امبارح بيخرج علينا الكابتن ميدو كابتن نادي الزمالك في تصريح مع الكابتن سيف زاهر، بيقول فيه إن نادي الزمالك عنده شيكات على بياض للاعيبته. طيب، لما انت عندك شيكات على بياض للاعيبتك زي ما انت بتقول، انت ليه قاعد المدة دي كلها وما جددتش لزيزو؟ ليه المدة دي كلها قاعد وسايب النادي الأهلي يتلاعب بدماغ اللاعب وبدماغ أبوه وبدماغ عيلته وبدماغ كل اللي حواليه؟ ليه عشمت الناس قوي كده في إن خلاص، أو مش عشمت، لأ وصلت النادي الأهلي إن هو بالفعل على حد قول سيف زاهر وعلى حد قول بعض الإعلاميين إن زيزو بالفعل مضى ووقع 4 سنين وانضم لصفوف النادي الأهلي. أنت دلوقتي اللي بيحصل إن أنت بتحاول إن أنت يعني تحايل في زيزو وتدادي فيه وتستعطفه علشان خاطر يرجع عن التوقيع اللي وقعه للنادي الأهلي. قعدت المدة دي كلها سايب اللاعب وتركه مهمله لحد ما اللاعب اتلعب في دماغه كما يجب أن يكون اللعب، وراح مضى، وأبوه خد السمسرة بتاعته واتفق ومضى وخلص مع النادي الأهلي. وانت لغاية دلوقتي طالع بتستفزنا بتعليق بصراحة يعني أنا شايفه التعليق الأسوأ في المرحلة اللي فاتت دي الخاصة بزيزو. لما انت عندك ملايين وعندك فلوس وعندك شيكات على بياض، سايب اللاعب المدة دي كلها ليه؟ هناك علامات استفهام كتير على التعليق اللي علقه ميدو مع سيف زاهر، ان هو وفي لعيبة كمان من النادي الاهلي كمان قال ان هو في لعيبة من النادي الاهلي عايزة تيجي نادي الزمالك وبتترجى ميدو ان هو يروح يخلص معاهم ويمضوا في نادي الزمالك. الكلام ده انا شايفه كلام بصراحة ما ينفعش، او تصريح بصراحة جلة من ميدو، او يعني ما خاب الظن والتعبير فيه ان هو عنده شيكات على بياض وعنده فلوس وعنده اموال وعنده وان نادي الزمالك سبحان الله فجأة اتفتحت فيه مغارة علي بابا وبقى مستعد ان هو يجيب اي لعيب في الدوري المصري، سواء من النادي الاهلي او نادي بيراميدز او اي نادي في الدوري المصري. فيا ميدو بصراحة انا شايف الكلام ده يعني استفز الناس، واول الناس اللي استفزها دي طبعا جماهير نادي الزمالك. وانت خاب الظن منك وخاب التعبير منك، ويا رب يا رب تقدروا فعلا ترجعوا زيزو تاني لنادي الزمالك بعد ما سبتوه الفترة دي كلها. يا ريت تقدروا فعلا بالفعل ان انتوا تخلوه يفسخ تعاقده مع النادي الاهلي ويرجع بالود لنادي الزمالك. لو فعلا الكلام ده حصل، يبقى شابوه للناس اللي ماسكه الملف ده، وعلى رأسهم طبعا الكابتن حازم امام الكبير. بس انا كنت طالع اتكلم معاكم في الموضوع ده. لو شايفين ان فعلا كلام ميدو مستفز وكلام ميدو خاب الظن والتعبير فيه قولوا لي. ولو شايفين ان انا كنت مبالغ في كلامي او ببالغ في كلامي برضه قولوا لي. مستني تعليقاتكم في الكومنتات، واشوفكم دايما على خير في قناتكم قناة محمد كريم. دمتم اينما كنتم، وسلام عليكم.